السلام عليكم ورحمة الله. أفراد التعبئة المعاد استدعائهم 1995 1999 موب. لي كل من لا يعرف هذه الفئة المجاهدة. في أواخر عام 1994 حين اشتد الصراع بين الجيش والجماعات الإرهابية، دعا مكتب الأمم المتحدة السفير الجزائري لدى واشنطن، وأبلغه أن الأمم المتحدة اقتطعت من ميزانيتها جزء لتمويل مهمة لقوات حفظ السلام القبعات الزرق التي ستدخل الجزائر مطلع العام 1995، وأنه لابد أن تنهي الحرب الثائرة في الجزائر. فلما علم الرئيس اليمين زروال حافظه الله بنية الأمم المتحدة أنها تريد التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، أرسل رسالة إلى رئيسها آنذاك المصري بطرس غالي، وقال له بالحرف الواحد: يوجد في الجزائر رجال يمكنهم التكفل بهذا الأمر، وكله ثقة بأبناء وطنه. فقام بإعادة استدعاء من الشعب 123 ألف عسكري احتياطي من خيرة شباب من جبت الجزائر رجال التعبئة البواسل بين سنوات 1995 و 1999، أين تمت عملية إنقاذ البلاد والعباد بنجاح، والحمد لله. أنا مع بلادي. الجزائر تحيا، الجزائر تحيا. الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء.